سلام انت بعدين اصحابي أهلنا في الحي بالترحيب بالعقيد البطل رياض الأسعد. أهلا وسهلا في بطل كبير جاء إلى أرض الصالحين. في وسط عنده شوية خليل أرض الصالحية يلي اشتهرت بالصالحين، وكان لنا الشرف من الحي انه قدموا اجمل شبابهم شهداء من اجل الحريه والكرامه. فالحمد لله انه بطل كبير، يعني اللي كان مثال للاخلاق والشرف العسكري سياده العقيد. يعني نحن من اللحظه الاولى تعرفنا على بعضنا، وكان لنا الشرف دوما كل المواقف النبيله يكون سياده العقيد بيمثلها بكل شجاعه، وقدم من صحته من جسمه ومن حياته اجمل ايام عمره من اجل سوريا وحريه الشعب السوري. قاوم الظلم والاضطهاد، لم يستكين، وله كل تحيه وكل احترام. والحمد لله اليوم بهذا العرس بهذا الحي العظيم اجتمع رجال شرف اهلا وسهلا. اجتمع سياده العقيد ورجاله ياسين الله يبارك فيك، وانت اللي احنا بنفتخر سياده العقيد وفيك، انت اول. الله يبارك. وهي لازم كل الثوار يعرفوها. اول من حط لبنه في محاربه هذا النظام الفاسد، وهل اكتشف غدره هو حبيبنا وزعيمنا ابو ياسين مأمول حفصي من 2001. اكتشف نيته السيئه. طبعا نحن معروف الغدر عن ابوه قبله، لكن عمي ابو ياسين ضحى بعمره وبزينه شبابه وبماله فداء هذا الوطن وفداء الموقف اللي كملتوه حضرتكم بال 2011. هن بدأوا ونحن لحقناكم بعدين كلياتنا. سيادة العقيد من أسس الجيش الحر. نعم ونحن بنفتخر بحي الصالحية. هلا هو انه حي الصالحية المجاهد منه انطلق صلاح الدين لتحرير القدس. الحمد لله. وان شاء الله هو سيكون له اساس لانطلاق هالثوار المجاهدين لتحرير كافة الارض السورية ان شاء الله وبناء سوريا ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم. شرف سيادة العقيد. شكرتم بداية على هذه هذا الاستقبال. هذا يعني ليس غريب على أهل الصالحية وأهل دمشق
عام. حقيقة نحن عشنا سنوات في دمشق، أهل دمشق ظروف طيبة بأخلاق بكرم بالشهامة بالرجولة بكل شيء. أخونا الأستاذ مأمون يعني هو من وضع اللبنة الأولى فعلا حقيقة ضد هذه العصابة المجرمة، وله الفضل الكبير. وفي مؤسسة ليس في شارع وإنما في عقر دار العصابة الأسدية في مجلس الشعب، كان له كلمة حاضرة لدى قلوب السوريين كلها، وإلى الآن حاضرة إلى قلوب وأذهان السوريين جميعا. له كل الاحترام وكل التقدير. بنحييه تحية كثير كبيرة، ومجد تحية لأهلنا في الصالحية، وأهلنا في دمشق لهم أهلنا في الصالحية مثل ما تفضل هي أرض الصالحين حقيقة. ويعني إن شاء الله أنا لي الشرف إنه زرتهم، وأنا في البداية والله تواصلت مع أخونا أبو فهد على أساس إنه يجي في الأيام الأولى، فسبحان الله ما كانت الظروف موافقة. أهلا وسهلا فيك. وإن الشرف نلتقي الآن هلا هون في الصالحية، وكان لي الشرف أول واحد بلتقيه من السوريين بالمعرض السوري أستاذ مأمون. الله يبارك فيك. أول واحد ألتقي به حقيقة. وقت وصل على المخيم كنت انا بزياره العقيد هرموش، مقدم هرموش الله يكون ما بنعرف بصيره، بس اول لحظه وصل كان هو ومع صهره على الباب، قبلته وكذا، قلت له قلوبنا معكم نحن معكم. ف يعني كان لقائي معه هو قوه الي وفلسفه حتى يكون يعني